سعر الدولار في البنك النهارده 31 جنيه، ولو جينا شفنا سعر جرام الذهب عيار 21 مثلا هنلاقيه 2680 جنيه. طب هل في علاقة بين سعر الدولار في البنك وسعر الذهب؟ وهل سعر الذهب ده هو السعر الحقيقي اللي احنا بنشتري بيه، ولا احنا بيضحك علينا في طول السنين اللي فاتت؟ كل ده واكتر هنعرفه في حلقة النهارده مع بعض. قبل اي حاجة هعرض على حضرتك اسعار الذهب النهاردة في يوم السبت 29/4/2023. عيار 24 ب 3063 جنيه، عيار 21 ب 2680 جنيه، عيار 18 2297. سعر جنيه الذهب النهارده ب 21440 جنيه. طب السؤال المهم هنا، هي الاسعار دي اتحددت على اساس ايه يا صديقي؟ وهل ده سعرها الحقيقي متناسب مع السعر العالمي اللي احنا بنشتري بيه، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اقول لك ان في حاجه اسمها الاوقيه او الأونصة، ودي وزنها بالظبط 31 جرام و1 من 10، واللي سعرها النهارده بيتحدد بالدولار الامريكي 1990 دولار. طب ما تيجي مع بعض كده نحسب سعر الجرام الذهب بالدولار. هنقسم 1990 دولار وده سعر الأوقية على وزنها 31 جرام و1 من 10، هنلاقيه بيدينا سعر الجرام 63 دولار، وده هيكون في الذهب عيار 24. يعني يا صديقي كده لو جيت حسبت سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اللي هو بيساوي زي ما حسبناها بالظبط 63 دولار، هضرب 63 دولار في سعر الدولار في مصر في البنوك المصرية 31 جنيه، هلاقيه بيديني ناتج 1953 جنيه، وده السعر العالمي للذهب عيار 24. السعر في مصر 3063 جنيه، السعر العالمي 1953 جنيه. لو جينا نحسب الفرق يا صديقي مع بعض انا وانت، هتلاقي نفسك بتدفع 1110 جنيه زيادة في كل جرام للذهب عيار 24، وده بتدفعه زيادة عن السعر العالمي للذهب اصلا. ولو جينا نحسب الحسبة دي كمان مع بعض على الذهب عيار 21، هتلاقي نفسك بتدفع مبلغ 975 جنيه زيادة في كل جرام ذهب. هو ايه اللي بيحصل بالظبط في سوق الذهب في مصر؟ وعلشان نفهم القصة دي مع بعض يا صديقي، هنرجع تاني لسعر الذهب عيار 24 اللي قلنا ان سعره 63 دولار وده السعر العالمي، وسعره في مصر النهاردة زي ما قلنا برضو 3063 جنيه. هنقسم 3063 جنيه على 63 دولار هيدينا 48 جنيه، وده سعر الدولار في السوق السوداء المصرية. يعني أنا بحاسب على سعر الذهب بسعر 48 جنيه للدولار، وده عامل فرق 17 جنيه عن سعر الدولار الأصلي في البنوك المصرية، وده زي ما قلنا ما يعرف بالسوق الموازي أو السوق السوداء في مصر. هتيجي تقول لي يعني نشتري ذهب في الأيام دي وبالأسعار دي ولا نعمل إيه؟ هقولك إن الذهب هو الاستثمار الآمن على مر العصور، لكن بصراحة الأسعار دي مبالغ فيها جدا، فحاول تحسبها كويس قبل ما تاخد القرار. ودي كانت حلقتنا عن الذهب، ولسه في حلقات تانية كتير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.